ايه الجمال ده؟ بصوا 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 اللقطه دي. بصوا 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 بصوا، انا بص ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الله! الله، فظيع فظيع. يعني انا مش قادره اتكلم. بصوا عامل ازاي، يجنن، فطير. بصوا والله العظيم، بصوا السوا عامل ازاي. ايه الجمال ده؟ والله العظيم يجنن. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. اهلا بيكم معايا في اول فيديو ليا في مطبخي المتواضع. قلت بقى ادخل عليكم كده داخله ايه بقى، ونعمل اكله حلوه وسهله في نفس الوقت، والله مش مكلفه. ومش مصري كمان، هي تركي. هنعمل النهارده الخبز البيضه التركي. باسهل طريقه، بمكونات موجوده في البيت ومتاحه، وحاجه كده مشهوره وواخده بروباجندا فظيعه جدا في تركيا. هنعمل النهارده خبز البيضه بكل سهولة وبكل يسر. ويلا بينا ونبدأ المقادير والطريقة بينا، بس ما تنسونيش سبسكرايب. يلا بينا بقى نشوف اسهل حاجة واول حاجة في المقادير السهلة. وهنبدأ بكوباية ونص من اللبن. ادي كوباية وادي نص. كده نزلت في البولة بتاعتي، وهشيل نص تاني هقول لكم ليه. وبعد كده انا هستخدم الخميره انجل، دي بصراحه هايله جدا وممتازه. عشان مش عارفه، حبيت ان انا يعني اعرفكم بيها. حلوه جدا جدا وبتتفاعل وفي ثواني بصراحه. وبرده الخطوه دي بتخليني مطمنه جدا لاي خميره تكون متفاعله معايا، ودي بتبقى عمليه اختبار حلوه قوي. ومعلقه كبيره من السكر. هبدأ بقى اقلبهم كويس جدا جدا. طبعا انا زي ما قلنا ان انا سايبه نص كوبايه لبن معايا، عشان كل دقيق بيفرق عن التاني، بس انا المقدار معايا المفروض ياخد كوبايتين من اللبن. طبعا ما تنسوش ان اللبن يكون دافي عشان الخميره. بعد كده قلبت الخميره بتاعتي كويس، هسيبها حوالي 5 دقايق بالظبط. بعد كده الخطوه اللي بعد كده هجهز كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، عادي خالص. ولو عندنا المخبوزات بيبقى احسن طبعا. بصوا بقى ما شاء الله بجد، ملحقتش ان انا تعدي ال5 دقايق، وبصوا النتيجه ممتازه. عشان كده بجد حبيت ان انا اعرفكم قد ايه الخميره دي حلوه حلوه جدا جدا جدا. بعد كده هنزل بنص كوبايه من زيت الذره، ويا ريت يكون الزيت طعمه حلو عشان ما يدينيش تيست مش لطيف وانا باكل الخبز التركي. وبعد كده انزل بكيلو من الدقيق، شويه شويه هنزل بنص الكميه بكل سهوله خالص اهو. تمام بالشكل ده. وبعد كده هنزل بباقي كيلو دقيق. وبعد كده بنزل بنص معلقه من الملح. وابدا بقى اعجن الكلام القمر ده كله. يا دوب ان انا عايزه العجينه بتاعتي تتلم، يعني مش محتاجه عجن كتير. زي ما اتفقنا هضيف نص كوبايه اللبن الباقيه معايا، وابدا اشغل كده. الدقيق بتاعي خد معايا كوبايتين بالظبط، بس انا قلت لكم المعلومه عشان خاطر ممكن دقيق يختلف عن دقيق تاني خالص. بصوا بقى، هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. اول ما حطيت الكميه التانية الدقيق بدا اختفى تماما بسرعه جدا، والعجينه اتلمت معايا ازاي. هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. انا مش عاوزه عجن كتير، وانتي هتقدري ان انتي تظبطيها جدا على ايديكي كمان، بس اختصارا للوقت والمجهود. يلا بعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا العجينه بقت قمر ازاي. مجرد ان انا عايزه الم العجينه، هو ده اللي انا عاوزاه، ده الشكل اللي انا عاوزاه بالظبط. انا عايزه الم العجينه بس. هبدا بقى اسيبها تخمر شويه، حوالي من نص ساعه، من 30 ل 40 دقيقه بالظبط. ونحط عليها رشه زيت من فوق. خلاص هنزل بقى ايه برشه كده بسيطه من الزيت بس كده، وهنغطيها طبعا ونسيبها زي ما اتفقنا من 30 ل 40 دقيقه. بصوا بقى الجمال. بصوا ما شاء الله، بعد ما اتمرت قعدت 30 دقيقة بالظبط. ما شاء الله، من انواع المخبوزات بجد الحلوة قوي. بصوا العجينة عاملة ازاي. بصوا اساسا سوفت ازاي، تحسي انها هوا. جميلة 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 بجد. هنبدأ بقى نقسمه على عدد العيش اللي احنا عاوزينه. انا هنفذه على 2. هبدأ بقى اشكل زي ما احنا شايفين اهو. عايزة تفرديها، هي اساسا عجينة مريحاني جدا جدا جدا. هتفرديها بايدك بتتفرد بكل سهولة. عايزة ان انتي بالنشابة برضو بكل سهولة. ايه المتاح ليكي نفذي بيه. هنعملها نفردها كده على شكل دائري بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزاه اصغر من كده قسمي الكميه كلها على 3. لو انت عايزاه اصغر من كده، المهم يكون السمك زي ما احنا شايفين كده، عشان يديني هشاشه حلوه كده زي ما احنا شايفين. خلاص خلصت الرغيف بتاعي. هنبدا بقى ننفذ الخطوه اللي بعد كده. هبدا بقى في الخطوه دي بصوابعي كده اهي. هبدا بقى ان انا اعمل الشكل ده كده دائري بمنتهى السهوله خالص.
شايفين الشكل ده؟ هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. وبعد كده هاخدها بكل سهوله واجيب الصاجه بتاعتي او الصينيه اللي يريحك هتنفذي فيه. يلا نعمل الرغيف التاني. ابدا بقى اعمل الرغيف التاني بنفس الطريقه بالظبط. خلاص خلصت الرغيف التاني وهنشيله بنفس الطريقه بكل سهوله. واجيب الصينيه بتاعتي وانزل كده بالشكل ده. طبعا هنأكد عليه الرسمه تاني بس بعد ما نسيبه نص ساعه كمان. يلا بقى نسيبه نص ساعه ونشوف هيبقى شكله ايه بعد كده. بعد كده بقى لحد ما ترتاح هكون بحضر السائل اللي انا هدهنه على الوش. دلوقتي عندي صفار بيضه وعليهم معلقتين من اللبن ورشه بسيطه خالص نسكافيه قهوه المتاح عندك عشان ما يبقاش فيه اي زفاره للبيض وبيدي كمان لون حلو جدا. هنقلب ده كله كويس قوي. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما خلاص كده الخليط اللي هندهن بيه الخبز بتاعنا التركي نشوف بقى الخبز نفسه. بصوا بقى ما شاء الله مجرد ان انا بعمل الخليط هبدأ بقى تاني همشي في نفس الاتجاه واكد على الرسمة اللي احنا كنا لسه عاملينها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص. وطبعا شغلت الفرن على درجة حرارة 180 وكده الخبز بتاعي بقى جاهز. وخلاص ادي الرغيف التاني اهو. هبدأ بقى الصوص اهو بالشكل ده بالراحة خالص خالص. مش قادرة اقول لكم بجد الخبز ده حلو قد ايه. خبز البيدة ده يعني الاتراك مميزين قوي بالمخبوزات بتاعتهم تجنن والحلويات كمان. وان شاء الله الفترة اللي جاية برضو هنشوف قد ايه وهنعمل حاجة الحلوة بتاعتهم وقد هي سهلة برضو زي الخبز كده بالظبط. هي بصراحة كل حاجة في تركيا جميلة بصراحة. واجيب بقى سمسم وانزل بقى برشة من السمسم كده بالشكل ده. انا هخلي ده هرش عليه سمسم بس وده كده بقى جاهز. نروح للرغيف التاني هندهنه برضو بنفس خليط برضو وابدا برضو برشه من السمسم عشوائي كده. وكمان حبه البركه بتدي طعم كمان حلو قوي 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 بصراحه. العيش بتاعي بقى جاهز. يلا بينا على الفرن. ما شاء الله اول بقى ما تطلع كده لسه طالعه حالا اهو. التكه دي مهمه جدا جدا. زبده وعلى الوش كده ندهن وهي طالعه نار بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والخطوه اللي بعد كده اروح مغطياها بفوطه نظيفه بس. وادي التانية خرجت على طول برضو بالفرشه كده. واحنا قلنا دي عملناها بالسمسم بس برضو كده بيديها لمعه حلوه جدا الزبده وبتديها طراوه كده وغناوه كده في الطعم يجنن. وبرضو اغطيها فورا. ايه الجمال ده؟ بصوا 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 اللقطه دي. بصوا 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 انا بص ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه الله الله فظيع فظيع. يعني انا مش قادره اتكلم. بصوا عامل ازاي يجنن. الله وجول 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 فطير. بصوا والله العظيم بصوا السوا عامل ازاي. ايه الجمال ده؟ والله العظيم يجنن. قوموا حالا اعملوه ونفذوه دلوقتي مش هتصدقوا نفسكم من الطعم. مع جبنه شغال مع مشويات شغال مع كله شغال. حلو قوي. وبكده خلاص خلصنا خبز التركي البيضة اللي يجنن الفظيع الرهيب. جربوه والله مش هتندموا. يعني انا عايزه اقول لكم انا بعمله مع مشويات مع فطار ماشي. طبعا تقدري تفرزيه عادي تقطعيه مثلثات تقدري تشيليه زي ما هو كده تخلي الحجم وسط كبير اللي يريحك متاح معاكي في اي حاجه شغال. جميل قوي بجد. مع بالذات المشويات طعمه في حته تانية خالص. يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده. واللي يكمل الفيديو معايا للنهايه ما ينساش سبسكرايب فضلا وليس امرا. ويا رب اكون قدرت افيدكم والسلام عليكم. باي باي.